حاجة جميلة جدا لما يكون الأخوات بيحبوا بعض وبيشجعوا بعض على الإيمان بالسيد المسيح. مش بس الإيمان بربنا وإن هم يمشوا في طريقه، ده كمان إن هم ينالوا إكليل الشهادة مع بعض. أيوة، إكليل الشهادة. حكايتنا النهاردة عن القديس أبادير وأخته إيراي. اتولدوا في أنطاكيا، وكان أبادير قائد عظيم في الجيش الروماني أيام الملك دقلديانوس. لما أنكر دقلديانوس الإيمان وأعلن الاضطهاد على المسيحيين، ظهر رب المجد لأبادير في رؤية وقال له: خد أختك إيراي وروحوا مصر، وهناك هتنالوا إكليل الشهادة. أراح أبادير بفرح لأخته ولجاها هي كمان شافت نفس الرؤية، وطلعوا على اسكندرية، ومن اسكندرية أراحوا أنصنة، وهناك اعترفوا باسم الرب يسوع قدام الحاكم إريانوس اللي عذبهم عذابات شديدة جدا، وكان ربنا بيرسل ملاكه ويشفيهم من كل ألمهم ومن كل جراحاتهم. وآخر ما زهق منهم إريانوس أمر بقطع رؤوسهم، وأخد جسدهم شماس جميل اسمه صموئيل واحتفظ بأجسادهم عنده في البيت لحد ما خلص زمن الاضطهاد، واتبنت لهم كنيسة واتنجرت فيها أجسادهم. وحاليا في كنيسة باسمهم في أسيوط، وكنيسة كمان في دشلوط مركز ديروت. بتعيد كنيستنا بتذكار استشهادهم يوم 28 من شهر توت المبارك. بركتهم وشفاعتهم تكون معنا، آمين.